الشتر سبيد وهو سرعة الغالق وازاي بيأثر على الفوتج بتاعتك. مساء الفل، ازيكم مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ الفيديو النهارده هنتعرف على الشتر سبيد وهي سرعة الغالق وازاي بتأثر على الفوتج بتاعتك. وسرعة الغالق او الشتر سبيد بتأثر على حاجتين معاك في الفوتج بتاعك. اول حاجة على كمية الإضاءة اللي داخلة للسنسور، تاني حاجة على حركة الجسم اللي قدام الكاميرا بتاعتك. فتعالوا نعرف التأثير ده وده ونفهم ايه هو سرعة الغالق اصلا. الاول ايه هو الشتر سبيد او هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الصوت اللي بتسمعه بتاع الشتر اول ما بتدوس على التصوير، اللي هو الصوت ده. هو عبارة عن بوابة قدام السنسور. نعتبر السنسور هنا اهو وده بوابة. اول ما بتدوس على زرار التصوير البوابة بتنزل بسرعة معينة، تقفل وتفتح تاني. فالسرعة اللي بينزل بيها الشتر قدام السنسور بتسمح بدخول اضاءة معينة. كل ما يفضل فاتح فترة طويلة، يعني يفضل مثلا ثانية او 2 أو 3 مفتوح الشتر، انت بتدوس ويفضل مفتوح ما بينزلش، بياخد فترة طويلة عشان ينزل قدام السنسور. ده لما تبقى مبطئ السرعة بتاعت الشتر سبيد، فكمية الإضاءة اللي داخلة بتبقى كبيرة جدا، فكل بطئ سرعة الشتر تخليه ثانية أو 2 أو أكتر، فالشتر يفضل مفتوح فترة أطول قدام السنسور. لكن لما تخليه أجزاء من الثانية، سواء 1/50 أو 1/40 أو 1/30، أنت بتسرع الفترة اللي هو بينزل ويطلع فيها. يعني أول ما تدوس يروح نازل قافل قدام السنسور وفتح تاني، بس بسرعة طبعا، دي أجزاء من الثانية. إحنا بنحكي في ثواني مش في دقائق أو ساعة، لا إحنا بنحكي في ثواني بسيطة. فده إيه هو الشتر سبيد. تعالوا نعرف أول تأثير للشتر سبيد وهو تأثيره على الإضاءة بيكون عامل إزاي. زي ما قلنا، كل ما أنت بتعلي الرقم بتخليه ثانية أو 2 أو 4، فبيفضل 4 ثواني الشتر مفتوح قدام السنسور لولا ما ينزل. فبالتالي كل ما يتفتح الشتر فترة طويلة قدام السنسور بيدخل إضاءة كبيرة للسنسور، فبتطلع الإضاءة بتاعتك عالية. فدي الفكرة سرعة الشتر. كل ما تقلل السرعة تبطئه، يعني يفتح فترة أطول قدام السنسور، الإضاءة اللي بتدخل للسنسور بتبقى أكتر. بمعنى إنك كل ما تزود المدة اللي بيفتح فيها الشتر يفضل مفتوح قدام السنسور، يعني خليتها 2 أو 3، فبالتالي بيفضل 3-4 ثواني مفتوح كده قدام السنسور لولا ما ينزل يقفل، أو لولا ما ينزل ياخد المشهد أو ياخد اللقطة. يعني فدي بالنسبة لك كده إن أنت سبت الشتر مفتوح فترة أطول قدام السنسور، فبالتالي الإضاءة اللي داخلة للسنسور بتبقى عالية. لكن لما تزود السرعة بتاعته يبقى الشتر سريع، يفتح ويقفل بسرعة قدام السنسور، فالإضاءة اللي داخلة للسنسور بتبقى قليلة، لأن هو بيفتح وبيقفل بسرعة فما بيلحقش ياخد كمية ضوء كبيرة. فكده عرفنا تأثير الشتر سبيد أو سرعة الغالق على الإضاءة بتاعت الفوتج بتاعتك. تعالوا نعمل تجربة على الكلام اللي احنا حكيناه ده عشان نستوعبه أكتر. يعني أنا دلوقتي بصور بشتر 1/50، لو مسكت الشتر كده الإضاءة بتاعتي قلت خالص وانت تقريبا مش شايفني، لأن ده شتر سريع خالص، ده 1/4000 جزء من الثانية. لكن لو زودته كده خليته 1/4، يعني 4 أجزاء من الثانية. 1/4 كده الإضاءة بتاعتي زادت، وحتى الصورة بتاعتي نورت أكتر، انتوا شايفيني أو تقريبا كده الإضاءة بقت أوفر اكسبوزد. دقيقة نرجوها زي ما كانت عشان نعرف نتكلم. كده الشتر اللي احنا بنصور بيعادل 1/50، ودي هقول لكم عليها شوية ليه بصور 1/50 بس شوية قدام. احنا عرفنا تأثير الشتر أو سرعة الغالق على الإضاءة بتاعت الفوتج بتاعتنا. تعالوا نعرفوا تأثيره على الصور، لأن تأثيره على الصور غير على الفيديو. فتعالوا نعرفوه على الصور الأول، بعد كده هنشوف الفيديو. احنا اتفقنا كل ما بنزود سرعة الشتر الإضاءة بتاعتنا بتقل، ده تأثيره على الإضاءة. تعالوا نعرفوا تأثيره على الحركة بتاعت الجسم قدامك. كل ما بتعلي سرعة الشتر حركة الجسم اللي قدامك شبه بتتوقف، لأن هو الشتر بيفتح ويقفل بسرعة خالص. يعني زي ما عليناه دلوقتي أو سرعناه خليناه 1/4000 جزء من الثانية، يعني أجزاء من الثانية، يعني حاجة سريعة خالص. فبالتالي أول ما بيقفل ويفتح بسرعة لو قدامك جسم متحرك شبه بيقف، أو أنت بتوقف الزمن بتعمل له فريز تثبيت، يعني بيقف خالص. الشتر العالي ده مين بيستعملوا المصورين في ملاعب كرة القدم، لأن اللاعيبة بتتحرك وبتجري بسرعة، فهو هيصور بشتر عالي عشان تطلع الصور بتاعت اللاعيبة ثابتة أو متجمدة مكانها. يعني مثلا واحد بيشوط الكورة وتلاقي رجله واقفة كده والكورة هنا، ليه؟ ده عشان بيصور بشتر عالي. أو زي اللي بيصور فهد مثلا أو أسد هو بيجري في الغابة، ده برضه مستعمل شتر عالي عشان يوقف الحركة بتاعته أو عشان يجمد
يجمدها. لكن لما يكون الشتر بتاعي بطيء يعني يفضل فاتح قدام السنسور شويه عشان يدخل كميه اضاءه اكتر ويروح قافل تاني، ده بيعمل حاجه اسمها موشن بلور للحركه، يعني الحركه بتزيد او ما بتبقاش واضحه ان في حركه جوه. يعني انت عملت حركه زي مثلا الصور اللي هتظهر لك دي ان انا راسم فيها بالاضاءه، الصور دي انا مستعمل شتر بطيء انه فضل فاتح شويه، يعني تقريبا كان 4 ثواني الشتر بتاعها، فضل فاتح 4 ثواني الشتر لحد ما انا رسمت الرسمه بالاضاءه دي وراح قافل، فبالتالي خد الحركه بتاعتي انا بسرعه، فانت بالنسبه لك ما بيجيش فيه حركه. لكن لو ركزت فيها هتلاقي حركه دي، ده اصلا فلاش التليفون، اصلا فلاش الموبايل ده انا كنت مشغل الفلاش وحركته ورا العنصر اللي انا عايز احركه بحركه دائريه كده، فظهرت الحاله اللي حواليه دي او الشكل اللي مرسوم حواليه ده. فده استعمال من استعمالات الشتر البطيء. في استعمال تاني ان مثلا اللي بيصوروا النجوم عشان يبينوا حركه النجوم، هتلاقي ممكن في صور متصوره عشان تبان فيها حركه النجوم بالليل، فدي متصوره بشتر بطيء بطيء بطيء، يعني ممكن يفضل فاتح نص ساعه الشتر عشان يصور الصوره دي، او ساعه، او ممكن 4 ساعات على حسب امكانيات الكاميرا. كده عرفنا تأثير الشتر سبيد على الإضاءة وعلى الصور أو على تصوير الصور. تعالوا نعرفوا على تصوير الفيديو هيبقى شكله عامل إزاي. بس في قاعدة مهمة أنت وبتصور الفيديو لازم تاخد بالك منها، ويا ريت تطبقها في فيديوهاتك عشان تطلع بشكل أجمل. سرعة الشتر سبيد لازم تبقى تضعف عدد الفريمات اللي أنت بتصور بيها. بمعنى أنا بصور 4K 24 فريم بير سكند، يعني أنا في الثانية الواحدة بصور 24 فريم في الفيديو ده، يبقى لازم الشتر سبيد بتاعي يبقى 1/50 ثانية. ليه هيبقى كده؟ اولا القاعده دي بنمشي عليها لسبب عشان تبقى الحركه طبيعيه للعين. هتقول لي بمعنى يعني انا دلوقتي بتحرك، ايديا بتتحرك كده، فهتلاقي هي وبتتحرك في موشن بلور عادي، ايدي مش ثابته، مش ظاهره لك جو، في تشوه هي وبتتحرك كده. فالحركه دي هي الحركه بتاعت العين الطبيعيه بتاعت الانسان. فعشان تخلي الفيديو بتاعك واقعي وطبيعي فلازم تستعمل القاعده دي ان الشتر يبقى ضعف عدد الفريمات بتاعك. لكن لو سرعت الشتر سبيد بتاعك زي ما اتفقنا في الحركه بتاعت الصور ان هو بتجمد الحركه لما تسرع الشتر بتاعك، نفس الفكره في الفيديو. يعني تعالوا ناخد تجربه مثلا، تعالوا نعلي الشتر كده خليه 1/4000، فانتوا بالنسبه لي مش شايفيني، فدقيقه اعلي الايزو شويه عشان تشوفوني كده، شايفيني نوعا ما. يعني كده لما احرك ايدي هتلاقي ايدي ثابته مش بتتحرك، فانت الموشن دي انا بعيني هنا شايف ان في موشن في حركه، عندك انت مش هتشوف ان في موشن لان الشتر سريع، فدي بيثبت الحركه. تعالوا ناخد العكس بقى، ان احنا نخلي الشتر بتاعنا اكبر حاجه، او ان هو يعني يدخل اضاءه كبيره. دقيقه اظبط بس الاضاءه كده، بصور على شتر بطيء، فبصوا بالنسبه لكم الموشن بيجي عالي، يعني انا بتحرك كده شفتوا بيجي الموشن بلور في التصوير بتاعي عالي، الموشن بلور في حركتي انا بيجي عالي. نرجع بقى ظبطه الفيديو بتاعتنا زي ما كان، والموشن بتاعي بيجي عالي لسبب، وهو ان انا بقيت بصور بشتر بطيء. بصوا كده بقيت الحركه الطبيعيه عادي بتاعت العين اللي بتشوفها، لكن الاول بقي كان موشن بلور جامد وحركتي بقي سريعه، او بالنسبه لكم انتم مش شايفيني انا وبتحرك. والكلام ده بيحصل لان انا عليت الشتر خليته يفضل فاتح فتره طويله، او خليته شتر بطيء خالص. فدي الفكره، انك تصور بضعف عدد الفريمات اللي انت بتصور بيها الفيديو بتاعك عشان فكره الموشن بلور اللي هو تثبيت الحركه او تسريحها. فاحنا عايزين الحركه بتاعتنا تبقى طبيعيه بالنسبه للعين المجرده، ما فيهاش سرعه زياده او بطء زياده. وفي تاثير تاني لو انتم مركزين معايا في الفيديو هتاخدوا بالكم منه اول ما عليت سرعه الشتر، وهو الفليكر. يعني هخلي مثلا ازود سرعه الشتر تاني واوريكم ايه معنى كلام. شايفين الخطوط اللي بالعرض اللي عماله تطلع وتنزل؟ وده بيحصل بسبب الاختلاف تردد بتاع الاضاءات اللي انت بتصور بيها. يعني انا بصور باضاءه ربانيه عادي، شباك مفتوح، واضاءات صناعيه بتاعت البيت الطبيعي، فالاضاءات دي التردد بتاعها ممكن من 50 ل 60 هرتز على حسب. يعني انا لو زودت الشتر انا بصور 1/50، لكن لو زودت الشتر كده هتلاقي فيه خطوط بالعرض طالعه نازله في الفيديو، وده بسبب لان غيرت التردد اللي انا بصور بيه. الاضاءات اللي حواليا اللي بصور بيها ترددها اقل من كده، فلما زودت عنها او قللت لازم هيحصل فليكر. فانت رجعوه بس زي ما كان. فانت في تصوير الفيديو لازم تحتفظ بالقاعده
بتاعت الشتر لازم تضعف عدد الفريمات. عليت عدد الفريمات بقي 60، يبقى تخلي الشتر بتاعك 120. بس تخلي بالك برضو من التردد بتاع الاضاءة بتاعتك. يعني لو بتصور باضاءة طبيعية بتاعت البيت حاول تشوف التردد بتاعها كام وتخلي الشتر سبيد زيها عشان ما يختلفوش عن بعض ويحصل معاك الفليكر اللي حصل دلوقتي وشفتوه. ولو انت بتصور باضاءة بروفيشنال محترفة هتلاقي مكتوب لك رقم الهرتز بتاعها اللي انت بتصور بيه، فانت بايدك انك تتحكم في الهرتز بتاعها او في التردد بتاعها عشان تضبطه على الكاميرا وعليها بحيث تستغنى عن قصة الفليكر دي ما تحصلش معاك انت وبتصور فيديو. فتعالوا نشوفوا تأثير الشتر وسرعته الفيديو او على الصور ورا الكاميرا ونشوفوا ازاي بيأثر عليها زي ما عملنا في الفيديوهات اللي قبل كده. دلوقتي هنشوفها بشكل عملي على الكاميرا بتاعتنا السوني ZV-E10 سرعة الشتر ازاي بتأثر على الإضاءة بتاعتنا. يعني أنا دلوقتي بصور بسرعة شتر 1/50، فلو رحت مثلا على الشتر كده وبدأت أزود فيه، كل ما أزود سرعة الشتر بتزيد، يعني بيجي بيفتح وبيقفل بسرعة قدام السنسور. يعني 1/4000 يعني أجزاء من الثانية، يعني 4000 جزء من الثانية. فبالتالي الإضاءة اللي داخلة للسنسور بقت قليلة لأنه بيفتح ويقفل بسرعة. لكن لو بطأته بالشكل ده خليته 1/4 يعني ربع جزء من الثانية، يعني بيجي بطيء خالص فبيفتح ويقفل ببطء، فبيدخل إضاءة كبيرة للسنسور بيجي، وبالتالي الميترنج مود بتاعك بيجي زائد 2 وعمال يطفي وينور عشان يديك تنبيه. فأنا أقلله وأرجعه 1/50 تاني بيجي المناسب ليا. وبصوا كده لما غير 1/60 كده غير عن التردد اللي أنا بصور فيه، بقى بيجي عامل فليكر في الفيديو او في التصوير بتاعك عامة. كده انا بصور على وضع الفيديو، كده وضع الصور، وهنا 1/60 الشتر وبرضو عامل فليكر بس اخف شوية. لو كل ما زود الفليكر بيزيد حتى في الصور الطبيعية عادي برضو بيعمل فليكر مش ما بيعملش. فاحنا المظبوط عندنا 1/50. فده تأثير الشتر على الصور وعلى الإضاءة. وزي ما اتفقنا ان كل ما تزود سرعة الشتر الحركة قدامه بتقف او شبه بتتجمد، لكن لما بنسرعه الحركة بتزيد. فاحنا عايزينها تبقى للعين الطبيعية كويسة او زي ما بتشوفها العين الطبيعية في الطبيعة، فهتخلي سرعة الشتر ضعف عدد الفريمات اللي انت بتصور بيها. ولو الفيديو عجبكم او سلسلة التصوير كلها عجبتكم، لو لسه ما حضرتوهاش هتلاقوا اللينك بتاعها في الاي اللي فوق واللينك بتاعها في الديسكريبشن. فلو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك وتشيره مع اصحابك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والى هنا عايزين مليونير، لقد انتهت جرعة دوبامين التعلم لهذا اليوم. انتظركم في جرعة اخرى، الى اللقاء.